السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان مع سهام. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناكلوا اكلة سمك بقى. معانا فراخ، سمك فراخ انا منضفاه طبعا، ومعانا سمك بغبغان. معرفش في ناس تعرفه وفي ناس ما تعرفوش. سمك البغبغان ده لحمه ابيض وجميل. هنعمل اكلة سمك حلوة حبايبي. استنوا معايا، هنعمل سمك وهنعمل بتنجان مقلي وبتنجان بابا غنوج، وهنعمل سلطة بطاطس وسلطة خضراء، وهنعمل مفاجأة جنب السمك. خليكم معايا، لسه مكملة معاكم الفيديو. هبدأ أعمل البتنجان. ههرس البتنجان، خليكم معايا. هرس البتنجان وهرجع له قلبي. هرست البتنجان حلو قوي. هحط عليه زي ما انتوا شايفين كده معلقة كمون، وهحط معلقة شطة بالتومة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، وهحط ليمون، وهحط خل. ثواني بس. يبقى انا كده ايه، حطيت كل الحباشات بتاعتي. معلش، هضرب كله مع بعضه كده، وهشوف تحديقة التوم بتاعتي، التحديقة بتاعت البتنجان حلوة ولا مش حلوة، عايزة ملح يعني ولا حلو كده. وهحط الطحينة، بس بخلي الطحينة آخر حاجة زي ما انتوا شايفين اهو. انا حطيت الطحينة اهو كمان. حطيت الطحينة على البتنجان. وشوية فلفل ألوانات كده. مش تزويق الطبق، افضيها في طبق التقديم وهرجع لكم تاني. ده شكل طبق البتنجان البابا غنوج بعد ما خلصته بزواقه بحركاته. اتفضلوا معانا. هروح بقى اعمل ايه البطاطس، وتعالوا معايا نعمل البطاطس. يلا يا حبايب قلبي، انا خلصت البطاطس اهي زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، وبرضك وزوقتها بالفلفل الالوان. عشان كده بقول لك الفلفل الالوان دخليه في اي حاجه في السلطات، لانه قيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيد ومسكر وجميل، وبيطعم الاكله قوي. يلا هروح اقلي البتنجان وهوريكم هعمل ايه بعد ما هقلي. حبايب قلبي، هقلي البتنجان. انا حطيت الزيت يتقدح. هقلي البتنجان بقى، وبعد ما اقلي البتنجان هوريكم هعمل فيه ايه. ماشي حبايبي، بالراحه كده احط البتنجان وهنشوفه بعد ما يتقلى هعمل فيه ايه يا حبايبي. ماشي. انا قليت البتنجان زي ما انتم شايفين اهو. قليته، هوريكم اعمل الترجيعه بتاعته. اهو البتنجان اهو انا قليته. هحط عليه شويه كمون طبعا، بس كده. وهحط عليه شويه خل، ربع فنجان خل. وهحط ليمونتين عصرهم كويس كده. كل دي التقديعه دي هحطها. وكمان هحط بقى ايه، الفلفل وحته التومه وفلفل الوان وحته هريسه، وهلخبط كل ده مع بعضه كده حبايبي. وقبل ما احطه في طبق التقديم، اتفرجوا عليه، يا ريت تجربوه وتدوقوه. طبق سلطه بتنجان ما اقولكيش بقى، تحفه. طبعا كل الثوم والليمون والكمون، وهو اصلا كده كده متملح، فكل التغجيعه دي هتخش فيه. وانا قريت قرنين فلفل سبايسي، كل التغجيعه اللي انا حطيتها التتبيله دي هيتشربها البتنجان. واتفرجي على جماله. هحطه في طبق التقديم وهرجع لكم تاني حبايب قلبي. طبق البتنجان زي ما انتم شايفين، سلطه بتنجان مقلي تحفه. عباره عن بتنجان مقلي وقرنين فلفل سبايسي او بارد حسب انتي ما تعملي، وحته فلفل الوان. عشان كده بقول لك جيبي فلفل الوان، بتدخليه في اي اكله بيدي للمنظر شكل العين بتاكل قبل البق حبايبي. وعليهم حته تومه، شويه كمون، ملح، حته هريسه، وخل وليمون. وبالهنا والشفا، وتفضلوا معانا. ولسه مكمله معاكم الفيديو حبايب قلبي. بعمل طبق السلطه. هحضر طبق السلطه. انا بخلي السمك اخر حاجه، هقلي السمك اخر حاجه، ولسه هوريكم فجاه هعملها جنب السمك. وده طبق السلطه هقعد اخرطه حبايبي، سلطه بلدي. اتفضلوا معانا. شويه بقى كشري اصفر، كشري اصفر اسكندراني مش مصراوي. الكشري الاصفر ولا بنحط له بصله ولا اي حاجه. ده هقدح شويه الزيت كده حبايبي، وهبدا احط الرز والعدس مع بعض ياخد تشويحه كده حبايبي.
افضل اقلب البصل العدس والرز مع بعض كده لحد ما الرزايه تلمع من الإدام اللي انا حطاه. ماشي حبايبي، هعمل بقى ايه، انا عامله 3 كوبايات رز، فطبعا انا بحب اعمله بالمرقه، فانا هحط مرقتين مكعبين مرقه حبايبي. وبعدين وانا بحط الميه اشوف حطه الحط ايه، حلو ولا مش حلو. انا كده كده بحط معلقه ملح على يتشوح بس كده حبايبي، ياخد تشويحه حلوه. وبعدين احط الميه بقى واسيبه على نار هاديه خالص ياخد ودي بشكل ودي مع نفسه لحد ما اكمل اقلي السمك واعمل بقيه الحاجه اللي ورايا واعمل السلطه. اقعد اعمل السلطه دلوقتي خلاص كده. انا مش هدوقه الا لما ايه احط الميه، هبدا ادوق الميه بتاعته عشان الميه بتاعته ما بدل ما احط ملح تاني وتبقى حادقه. انا كده ايه لمعته كله اهو زي ما انتم شايفين بس كده. حاولي تدوبي عشان ايدي مبلوله ما قدرتش امسك المكعب اهو، بس هرسته الحمد لله. ممكن احط بس معلقه ملح واحده. بص حبايبي معلقه ملح واحده. وانا بعد الميه لو حبيت احط حاجه احط. بصوا بقى حبايبي دلوقتي انا هحط ايه اللي هو انا خالص عمل اهو. هحط 3 كوبايات ميه ونص كوبايه كده للعدس. كده كده العدس بيستوي ايه على البخار. ماشي حبايبي اهو كده حطيت الميه بتاعته وهسيبه بقى اقلبه واسيبه ياخد ودي بشكل ودي يستوي براحته. ماشي وهوريه لكم لما يستوي اهو. بص مش محتاج ميه اهو حبايبي، بص عامل ازاي بالهنا والشفت. كده حبايبي ده غدانا النهارده زي ما قلت لكم، عاملين سمك بغبغان وعاملين سمك فراخ قالينه اتفضلوا. وعملنا كشري اصلا ما رضيناش نعمله صياديه، وبتنجان سلطه بتنجان مقلي. طبعا هتخشوا الصفحه وتشوفوا الطريقه. دي سلطه خضراء حبايبي قلبي وبابا غنوج وسلطه بطاطس. اتفضلوا معانا. وده كان غدانا النهارده حبايبي. ما تنسونيش باللايكات، ما تنسونيش كومنتات، اللايكات بترفع الفيديو حبايب قلبي. وما تنسونيش بكومنت حلو منكم. اللي ما اشتركش في القناه يطلع بسرعه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.